ليه بنقع ضحايا للابتزاز العاطفي؟ الخوف، الالتزام، ولا الإحساس بالذنب؟ اللي بيبتزك عاطفيا ممكن يبقى نرجسي أو مش واثق من نفسه خالص، أو ناقد لاذع جدا، أو اللي بيقولوا عنهم passive aggressive، اللي هم عنيفين بس من تحت لتحت. اللي بيبتزنا عاطفيا بيبقى مقرب لينا جدا، وبيبقى عارف نقاط ضعفنا، وبيبقى عارف أسرارنا، وبيقدر يستغل دول ودول علشان يبتزنا ويوصل للي هو عايزه. اللي بيبتزك عاطفيا بيبقى عارف جدا انك بتقدر علاقتك بيه، علشان كده هو بيستغل ده لمصلحته والوصول لغايته. اللي بيبتزك عاطفيا بيبقى عارف أسرارك وعارف نقاط ضعفك، منهم أزواجنا وزوجاتنا، منهم زملائنا في الشغل، منهم أهالينا، وممكن يبقوا أبنائنا أو إخواتنا، وممكن برضو يبقوا أصدقائنا. الفكرة من الابتزاز العاطفي إنك لو ما عملتش اللي أنا عايزاه في الوقت اللي أنا عايزاه والطريقة اللي أنا عايزاها، حضرتك هتعاني جدا. خليك فاكر إن اللي بيبتزك عاطفيا ما عندوش أدوات التواصل الصحية، فهو بيلجأ للسلوك العنيف والكلام الأعنف. لو وقعت في فخ الابتزاز العاطفي كضحية علشان يمكن خايف أو حاسس بالالتزام أو بالذنب، أو يمكن بتحب الشخص ده، حاول الخروج من الفخ ده بسرعة، لأن الخروج منه مع مرور الوقت بيبقى أصعب وأصعب.